صباح الخير، عاملين ايه؟ هشارك معاكم النهاردة وصفة السابلي، والوصفة دي من احلى الوصفات كمقادير وكطعم كمان اللي ممكن تجربوها للسابلي. انا عارفة ان في وصفات كتير قوي موجودة اللي هي الوصفة التقليدية، انما الوصفة دي هي وصفة مستحدثة شوية. هنعمل الفانيليا وهنعمل الشوكولاتة، واقول لكم كل الخطوات والتكات اللي تخليها يطلع معاكم مظبوط، والبسكوتة اصلا تاكلوها لوحدها من غير اي تزيين. علشان نعمل السابليه محتاجة دقيق. كمية الدقيق ربع كيلو، يعني 250 جرام من الدقيق، جميع الاستعمالات او الاستخدامات، او كعكو بسكوت وبتنخلوه كويس. عندي بقى المكون اللي هحطه فيه وبيفرق في الطعم جدا، هو 25 جرام من دقيق اللوز. ودقيق اللوز هنا موجود في ايطاليا هتلاقوه اسمه فارينا دي مندورلي. ركزوا في الاسم، ما تركزوش في شكل الكيس، لان كتير قوي بتروحوا سوبر ماركتات مختلفة عن اللي انا بروحها مش بتلاقوا نفس الكيس اللي انتوا شايفينه معايا في الفيديو، فبتركزوا في الاسم بتاعه وبتدوروا في قسم الدقيق موجود في كل السوبر ماركتات تقريبا. عندي كمان 150 جرام من الزبدة الباردة مقطعاها مكعبات صغيرة، وعندي 100 جرام من السكر البودر، وعندي بقى بيضة وهحط عليها شوية من الفانيليا. دي كل المقادير اللي احنا محتاجينها. البيضة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. مفيش اسهل بقى من عمايل السابليه، تحطوا كل المكونات على بعض وهتبدأوا ان انتوا تضربوا الزبدة باردة او ساقعة، وعليها السكر البودر، وكمان هتحطوا عليها الدقيق دقيق اللوز. طيب لو دقيق اللوز مش موجود تقدروا تستبدلوا نفس الكمية دي يا اما بنشا يا اما بدقيق عادي، مفيش اي مشكلة. بس بقى بعد ما بحط كل المقادير ما عدا البيضة، طبعا انا بحط بس الزبدة، الدقيق، رشة الملح، دي اللوز، وهبدأ ان انا اضربهم بالمضرب. ممكن كمان تحطوا الخطوات دي في الكبة الكبيرة عندكم، هيساعدكم جدا. السابليه من الحاجات السهلة قوي اللي بتتعمل على طول، هي بس كل الحاجات اللي بتغلب في شغل السابليه هو وقت الفرد ووقت التقطيع، وهاجي بعدين وهقول لكم ازاي تتفادوا المشكله دي. هبدا ان انا اضرب في الاول على سرعه بطيئه، وشويه شويه هعلي السرعه. في الاول القوام بيبقى عندي رمل كده، وتبقى تفكك كل الزبده اللي موجوده في الخليط. هبدا بقى في الوقت ده اضيف البيضه وعليها الفانيليا اللي انا حطيتها. البيضة عندي حجم متوسط، ما تحطوش بيض كبير على الكمية دي. وهبدأ أضرب بقى، مجرد ما البيضة تختفي في الوقت ده ممكن تشيلوا العجان خالص أو المضرب خالص، وتبدأوا بقى تلموا العجينة، لأن السابليه عجينته كلها لم، ما بيبقاش فيها عجن نهائي. هبدأ بقى ان انا اشيل المضرب خالص، وبايديا كده هبدأ الم العجينة. مجرد ما بضمها على بعض هتلاقوا ان هي بتمسك في بعضها كده بحكم الزبدة اللي موجودة فيها. وبس تبقى في الوقت ده خلاص خلصت، مش بزود فيها عجن وافضل اعجن فيها خالص. ببدأ ان انا اشيلها خالص من البولة وبحطها في البلاستيك راب، وبفردها بس تبطيطة بسيطة كده، وببدأ ان انا الفها كويس جدا جدا جدا، وبحطها في التلاجة عندي. الجزء اللي انا تنيته من البلاستيك برجع الف عليه تاني بلاستيك، علشان اتأكد ان مش هيدخلها اي هواء او اي مية او اي حاجة. في الوقت ده تقدروا بقى تحفظوها ساعتين 3 4 لحد ما تجمد تماما. عملت مقدار تاني بالشوكولاتة، شلت بس من الدقيق 3 معالق من الدقيق، شلتهم كده، وبعد كده حطيت 3 معالق من الكاكاو. يعني عملت 220 جرام من الدقيق الابيض عليهم 30 جرام من الكاكاو، وعجنتهم بنفس الطريقة ولمتهم وحطيتهم برضو في بلاستيك راب. وبعد كده هحطهم في التلاجة مع الفانيليا. المقادير لو شايفينها بسيطة وانتوا حابين تعملوا مقادير اكتر تقدروا تضاعفوا كل المكونات. يعني لو عايزين بتضاعفوا الدقيق، تضاعفوا البيض، تضاعفوا الزبدة، مفيش اي مشكلة. بعد كده بقى هحطهم وهستنى لحد ما يجمدوا عندي في التلاجة. لو انتوا مستعجلين كمان تقدروا تحطوهم كمان في الفريزر. وممكن تعملوا عجينة السابليه من قبليها بليلة بالليل وتحطوها في التلاجة، وتقوموا الصبح تخرجوها كده وتبدأوا ان انتوا تفردوها.
عندي بقى قطاعات السابليه، انا بالنسبه لي بختار اصغر قطع عندي، يعني انا لو عندي اصغر من القطعه اللي هقطعها دي كمان بستخدمها، ولكن يعني بحب شكله صغير اكتر شويه. هبدأ بقى ان انا حطيت خليط الشوكولاتة في التلاجة، ده مش هشتغل فيه، اسيبه في التلاجة، وهبدأ اخد خليط الفانيليا بين ورقتين زبدة. ولازم ورق زبدة يا جماعة او بلاستيك متين شوية، مش البلاستيك بتاع الاكياس بتاعة التلاجة، لازم وضروري، لان دي عجينة زبدة وبتغلب جدا في الشغل لو انتوا ما عملتوهاش على ورق زبدة. ببدأ ان انا افرد بسمك متساوي وسط، لا هو رفيع قوي ولا هو تخين، واول ما بفردها بدخلها تاني. انا بدخلها بقى بين الشغل كده وبعده، او اثناء الشغل عندي بروح مدخلاها الفريزر عشان تجمد على طول عندي، لان مش هتعرفوا تقطعوها الا وهي جامدة. هفرد برضو الشوكولاتة بنفس الطريقة، سمك متوسط، حاولوا ما تبقاش سميكة قوي عشان ما تبقاش قلبة على بسكوت، ولا رفيعة قوي علشان هتتحرق معاكو بسرعة في الفرن وتاخد لون، وكمان لما تخرج هتتكسر معاكم مش هتستحمل. احط برضو الشوكولاتة في الفريزر، وهطلع بقى الفانيليا وهبدأ اقطع. وانتوا بتشتغلوا فيها لو حسيتوا في اي وقت ان العجينة بتاعتكم طريت وما بقيتوش قادرين تشيلوها مثلا، او القطاعة بتلزق فيها، دخلوها تاني الفريزر وخرجوها اشتغلوا فيها، ده الحل الوحيد علشان العجينة بتاعكو ما تبص معاكو وما تاخدش وقت معاكو، او تهدر كميات معاكو. هبدأ بقى اقطع الشكل اللي انا حباه، وباخد نفس الكمية، يعني بقطع كل الدواير عندي، ونفس الدواير المقفولة دي بقطع عددهم دواير مفتوحة من النص، بحيث ان انا لما اجي احطهم على بعضهم زي السابليه التقليدي يبقى واحدة من تحت مقفولة، واللي على الوش بتبقى مفتوحة من جوه كده زي ما انتم شايفين العجينة في ايدي مجمدة تماما، لان هي بتبقى خارجة من الفريزر، بتسهل عليا على طول اشيل معايا. بعد كده بقى بقطع برضو الشوكولاتة بنفس الطريقة، لو حابين بنفس الشكل كمان مفيش اي مشكلة، ولو حابين اشكال مختلفة نجمة او قلوب او اي كلام من الحاجات دي اعملوا طبعا. انا بالنسبة لي ببقى عايزة اعملهم كلهم شكل واحد، بحس ان كده اشيك كتير، ولكن ده بيرجع للذوق واللي انتوا عاوزينه. بخلص بقى كل كمية شوكولاتة برضو، بعمل الشكل المقفول والشكل المفتوح منها، وبدخلهم التلاجة قبل ما بدخلهم الفرن، وده ضروري جدا. بدخلهم التلاجة تاني 10 دقايق كده، الفرن عندي بيبقى ساخن مسبقا، بحطه على درجة حرارة 170، وبدخلهم الفرن لحد ما بياخدوا لون حلو من تحت، مش بغمقهم قوي زي ما انتم شايفين كده. السابليه اللي تلاقيه واخد لون اغمق من التاني اعرفوا ان هو كان مفروض شوية بسمك ارفع من الباقيين، ولكن ما تطولوش عليه في الفرن عشان ما ينشفش منكم. بس بسوي بقى كل الكميات بنفس الطريقة، سويت سابليه الفانيليا وكمان سويت سابليه الشوكولاتة. بسيبهم بقى لحد ما يبردوا تماما تماما، ما ينفعش حطوا فيهم اي شكل. علشان بقى تعملوهم جمعت كده الشوكولاتة على جنب، المقفول والمفتوح على جنب، ونفس النظام الفانيليا كمان المقفولة في جنب والمفتوحة في جنب. انا هحشيهم، عندي حشوة كراميل وعملناها مع بعض قبل كده على القناة، هسيب لكم الوصفة في صندوق الوصف. وعندي كمان مربى، تقدروا تستخدموا اي نوع مربى بتحبوه، انا استخدمت فراولة. الشكل الاولاني اللي هعمله او شكل الفانيليا، بجيب القطع المفتوحة من الفانيليا وببدأ اوزعهم كده كلهم جنب بعض، وبرش عليهم رشة سكر بودر من فوق كده. وبعد كده بجيب حشوة المربى، وببدأ ان انا احط قطعة بسيطة كده من المربى على البسكوتة المقفولة، وبجيب بقى الجزء المفتوح ده وبحطه على الوش، بيبقى شكله حلو جدا وشيك كده، وفي نفس الوقت مش متعب ولا بياخد اي وقت في التحضير. بحطها على جنب، وبعمل نفس النظام على البسكوتة المقفولة، قطعة من المربى، وبعد كده بحط عليها البسكوتة المفتوحة من الوش، تبقى شكلها حلو جدا. البسكوتة بقى اللي هي بالشوكولاتة حطيت فيها حشوة الكراميل، بتبقى لايقة عليها جدا، برضو مش ببالغ قوي في الحشوة، بحط عليها من على الوش البسكوتة المفتوحة، بيبقى كده الكراميل باين من بره، بيبقى شكلها حلو جدا، وبرضو كان طعمها خطير.
بخلص بقى بنفس الطريقة كل كمية الشوكولاتة اللي عندي. وطبعا ممكن ما تحشوهاش خالص زي ما تحبوا، ولكن انا بقدم لكم الشكل التقليدي ليها. بجيب بقى بقية الكراميل اللي باقي عندي، وبخطوات وخطوط سريعة كده على الوش ببدأ ان انا احط عليهم من بره. وبجيب اي سبرينجل او اي مكسرات او اي حاجة انتوا حابين تعملوا لها شكل، وممكن كمان تسيبوها بس مجرد خطوط الكراميل من على الوش كده، وتسيبوها تبقى شكلها حلو جدا. شايفين شكلها كانت طالعة حلوة قوي. تقدروا تحطوها تاني في صينية وتدخلوها في التلاجة اللي هي عليها كراميل دي، عشان الكراميل بتاعكو يمسك كده وما يبهدلكوش معاكو في الشغل او انتوا بتحطوها في العلب بتاعكو. الوصفة بس كده خلصت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، بسيطة وسهلة وطعمها كمان خطير. وعاوزة اقول لكم كمان ان هي هتبقى احلى من احلى حاجة ممكن تجيبوها جاهزة من بره. حقيقي طعمها كان حلو جدا، شكلها انيق كده وشيك. بس كده الوصفة خلصت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. لو عجبتكم قولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب.